هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل برنامجنا معكم لهذا اليوم مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام بنشرة للأخبار. وضمن برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نقدم لكم الجزء الأول من المقابلة التي أجراها البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان أليكس ديوال، وترجمها عن اللغة الإنجليزية الأستاذ والباحث الإريتري منصور سليمان. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. القوات الإريترية تصيب عددا من المدنيين في إطلاق نار مفاجئ فيه عدوى. رئيس الوزراء السوداني يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لقمة مشتركة. الادعاء يوجه تهمة القتل الشرطية التي قتلت رجلا أسود الأسبوع الماضي في مدينة مينابوليس الأمريكية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر من مدينة عدوى في تيغراي بأن القوات الإريترية فتحت النار على عدد من المدنيين بشكل مفاجئ في نهار يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 مدنيا بجراح تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي في المدينة، فيما لم يحدد بعد عدد الذين لقوا مصرعهم بسبب إطلاق النار المفاجئ، والذي لم تعرف أسبابه كما قالت المصادر. الجدير بالذكر بأن إريتريا وإثيوبيا تتعرضان لضغوط دولية متزايدة لسحب القوات الإريترية من تيغراي. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال في زيارته لأسمر أن البلدين اتفقا على سحب القوات الإريترية فورا من تيغراي، ولكن الحادث الأخير يؤكد أن القوات الإريترية لا زالت في أراضي إقليم تيغراي ولم تعيد نشر وحداتها هناك. قالت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك دعا نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي والإثيوبي الدكتور أبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثية خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة التي وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في مارس من عام 2015. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه الإثيوبي والمصري أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة، مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا. وجاء في الرسالة أنه من المنصف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، بالرغم من أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي، فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل. وقال رئيس الوزراء أن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة 10 منها على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق بين المتفاوضين، وبأن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق، فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاث عبر تقنية الفيديو كونفرنس. قالت البي بي سي في خبر لها من مدينة مينابوليس الأمريكية بأن ممثلي الادعاء وجهوا تهمة القتل من الدرجة الثانية للشرطية كيم بوتر بعد أن أطلقت النار على الأمريكي دونتي رايت، ووقفت الشرطة كيم بوتر وستبقى قيد الاحتجاز. وقالت بوتر أنها أطلقت النار على دونتي رايت عن طريق الخطأ بعد أن سحبت مسدسها بدلا من الصاعقة الكهربائي. وقال محامي عائلة دونتي رايت بين كرام تعليقا على توجيه الاتهام إلى الشرطية أن القتل كان مقصودا ومتعمدا واستخدام غير قانوني للقوة. وقدم كل من رئيس قسم الشرطة تيم غانون والشرطية بوتر استقالتهما من شرطة مدينة بروكلين سنتر، وأدى مقتل الشاب إلى 3 ليال من المواجهات بين الشرطة ومحتجين.
ووقعت الحادثة في ضواحي مدينة مينابوليس التي تشهد احتقانا بسبب محاكمة شرطي أبيض سابق متهم بقتل جورج فلويد العام الماضي. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. القوات الإريترية تصيب عددا من المدنيين في إطلاق نار في عدوى. رئيس الوزراء السوداني يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لقمة مشتركة. والادعاء يوجه تهمة القتل للشرطية التي قتلت رجلا أسود الأسبوع الماضي في مدينة مينابوليس الأمريكية. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. كنا قد أوردنا في نشرتنا الإخبارية اليوم الأربعاء الماضي خبرا حول قيام منظمة World Peace Foundation، والتي يرأسها الأكاديمي والناشط في مجال حقوق الإنسان البروفيسور أليكس ديوال بالطلب من البنك الدولي بعدم تقديم أي مساعدات لإثيوبيا، لأن الحكومة الإثيوبية تستخدم هذه الأموال في الحرب في تيغراي، وأن الجيش والجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة قد دمرت العديد من المؤسسات الصحية في الإقليم، وأن تمويل البنك الدولي لإثيوبيا سوف يؤدي إلى تأجيج الحرب هناك. اليوم نقدم لكم وضمن برنامج تعليق على الحدث الجزء الأول من المقابلة التي أجرتها صحيفة ذا ريبورتر مع البروفيسور ديوال وترجمها إلى اللغة العربية الباحث والمنتج الإريتري الأستاذ منصور سليمان، والذي يعمل في قناة الجزيرة، وهي تحت عنوان حرب تيغراي وسياسات الهوية في إثيوبيا. ونقدمها لكم أعزائي المستمعين والمستمعات للتعرف على وجهات نظر أخرى خارج وجهات نظر الأطراف المتصارعة في إثيوبيا. فأهلا وسهلا بكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حرب تيغراي وسياسة الهوية في إثيوبيا، حوار نقدي مع أليكس ديوال، ترجمة منصور سليمان، كاتب ومترجم يعمل حاليا باحثا ومنتجا بشبكة الجزيرة الإعلامية. يقدم منصور سليمان للترجمة قائلا: في 4 نوفمبر 2020 بدأت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا شن حملة عسكرية على إقليم تيغراي تحت إطار ما أسماه رئيس الوزراء أبي أحمد حينها عملية إنفاذ سيادة القانون. وفي 28 من نفس الشهر أعلنت إثيوبيا إنهاء الحملة العسكرية بعيد السيطرة على مدينة مقالي عاصمة إقليم تيغراي. مع ذلك فإن تداعيات الحملة ما تزال تثير مخاوف عديدة، خاصة بعد تواتر التقارير التي تتحدث عن وقوع جرائم وفظائع كبيرة بحق سكان الإقليم. ولعل أهم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي وصف الأعمال العسكرية الجارية في الإقليم بأنها أعمال تطهير عرقي. ليس ذلك فحسب، بل أن الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخرا أن الوزير بلينكين بحث في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 11 مارس أهمية فتح تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان هناك. من أجل فهم الأبعاد التاريخية لهذه الأزمة رأينا أهمية ترجمة الحوار المطول. رأينا ترجمة الحوار المطول الذي أجرته صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية مؤخرا مع الأكاديمي البريطاني أليكس ديوال. كما تكشف إفادته في الحوار تعود بداية علاقة الدكتور أليكس ديوال والتي لم تنقطع بإثيوبيا إلى فترة الثمانينات، حيث انخرط منذ فترة مبكرة في دراسة أثر النزاعات في أحداث المجاعة في إثيوبيا، كما ارتبط بعلاقات قريبة بالمسؤولين في إثيوبيا لا سيما في فترة ملس الزيناوي. إلى جانب ما سبق اكتسب الرجل خبرة علمية مهمة جعلت منه مرجعا دوليا في قضايا السودان والقرن الأفريقي بشكل عام، حيث انتخب عضوا في فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي في دارفور في الفترة من 2005 إلى 2016، ومستشار أول لفريق العمل رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي في السودان بين عوام 2009 و2011. ويعمل الدكتور أليكس ديوال حاليا
مديرا تنفيذيا لمؤسسة السلام العالمية في كلية فليتشر في جامعة تافتس الأمريكية. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام المقدمة التي أشار إليها الأستاذ منصور سليمان مترجم مقابلة أليكس ديوال، والتي جاءت تحت عنوان حرب تيغراي وسياسة الهوية في إثيوبيا. ونتابع معكم بعد الفاصل محاور هذه المقابلة. هذه إذاعة إرنا. وتوجه ذا ريبورتر السؤال التالي للبروفيسور أليكس ديوال: اقترن اهتمامك بشرق أفريقيا بمشاركتك في الأعمال المتصلة بقضايا حقوق الإنسان في فترة الثمانينات. حدثنا عن هذه الفترة من حياتك. يقول أليكس ديوال في الرد: في الواقع بدأت تجربتي بالأساس من خلال المشاركة في قضايا اللاجئين. كنت في الثمانينات طالبا في جامعة أكسفورد، وكانت جامعة الخرطوم حينها في منتصف الثمانينات المركز الفكري لدراسة الأعمال المتصلة بقضايا اللاجئين والعون الإنساني، ولذلك كان السودان أحد الأماكن الرئيسية التي يذهب إليها الباحثون المهتمون بإجراء البحوث حول تلك القضايا في أفريقيا. لذلك سافرت إلى السودان عام 1984 من أجل استكمال متطلبات بحثي للدكتوراه في قضايا العون الإنساني. بدأت رحلة عملي البحثي في دارفور، وأصبحت خلالها مهتما بدراسة أثر النزاعات المسلحة في إحداث المجاعة في السودان، على وجه الخصوص في جنوب السودان وإثيوبيا. وفي عام 1988 وفي إطار عملي البحثي عبرت الحدود من السودان إلى إثيوبيا، وأمضيت وقتا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض استقصاء أساليب الحرب التي كانت تتبعها حكومة منجستو هايلي مريم آنذاك، ودورها في مفاقمة مشكلات انعدام الأمن الغذائي والمجاعة. فكتبت كثيرا حول هذا الموضوع. هناك أمران ساهما في مسيرتي العلمية. الأمر الأول: أتاحت لي تلك التجربة التعرف على بعض قيادات جبهة تيغراي، بشكل خاص الراحل ملس زيناوي الذي قابلته في الميدان عام 1988 ودخلت معه في نقاش مطول. كانت تجربة مثيرة للغاية، ليس لأنها جرت في منطقة حرب فحسب، بل لأنها أتاحت لي الفرصة لرؤية الجدية التي كانت تعبر عنها قيادة جبهة تيغراي في نقاشاتها الأكاديمية والفكرية. في تلك الفترة لم تتأسس بعد الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا. الأمر الثاني: تلك المناقشات دفعتني بدورها إلى مجال حقوق الإنسان، لكن مدخلي الأساسي للاهتمام بهذه القضايا كانت دراسة كيفية تأثير انتهاكات حقوق الإنسان بخلق حالة عجز في الأمن الغذائي ومن ثم المجاعة. سؤال: أتيحت لك فرصة لقاء قادة جبهة تيغراي، فكيف قابلتهم لأول مرة؟ وما هو نوع النقاشات الفكرية والأكاديمية التي كنت تجريها معهم؟ يقول أليكس ديوال: حصل اللقاء بشكل عرضي تقريبا، لأني في سنة 1988 عبرت الحدود من السودان إلى إثيوبيا ليلا لدراسة مسألتي الأمن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق الزراعية الواقعة تحت سيطرة جبهة تيغراي، والأشخاص الذين كنت على تواصل معهم كانوا بالأساس معنيين بالمجال الإنساني فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجبهة، مثل جمعية تيغراي للإغاثة والتي على رأسها تكوين أسفا. ولكن بعد عبور الحدود سافرت ليلا لعدة ليالي، لأن الحركة في ذلك الوقت كانت متيسرة في الليل فقط بسبب الطلعات الجوية اليومية وعمليات القصف التي كانت تشنها القوات الجوية الإثيوبية. وصادف أني سافرت على متن مركبة مع العديد من أعضاء اللجنة المركزية بما فيهم الراحلان سيوم مسفن وملس زيناوي. أولى المناقشات التي أجريتها معهم كانت في صميم تخصصي المتعلق بدراسة أوضاع المجاعة والجوع، ولهذا تناقشنا طويلا حول هذا الأمر. في الحقيقة لم نتفق على أشياء كثيرة، بل كانت هناك أمور اتفقنا فيها وأمور اختلفنا حولها. مع ذلك كان اللقاء بحد ذاته أمرا مثيرا للاهتمام، كونه يتيح للمرء فرصة إجراء نقاشات على هذا المستوى. ثم توسع نطاق النقاشات ليشمل قضية إدارة الحرب وطريقة معاملة الأسرى وقضية العدالة، لأنهم كانوا في تلك الفترة واثقين من أنهم سينتصرون. بالتالي كانوا يتحدثون حول ما سيفعلونه مع المسؤولين الكبار في نظام الدرج الذي كان يتوقعون الإطاحة به، وماذا سيفعلون عندما يتسلمون السلطة. باعتباري عالما في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية،
كانوا يناقشونني في قضايا الهويات العرقية وكيف سيتعاملون مع مطالب المجموعات العرقية الأخرى، بما في ذلك المجموعات التي كانت تعيش داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ولهذا شرعوا في إجراء هذه النقاشات حول كيفية تعاملهم مع القضايا العرقية ومناقشة ما سيكون عليه شكل الاتحاد الفيدرالي في المستقبل. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى الترجمة التي قدمها منصور سليمان للمقابلة التي أجراها البروفيسور أليكس ديوال مع صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سؤال: ما هي نوعية تلك النقاشات التي كانت تجري لضمان توفير حقوق متساوية لجميع الأعراق؟ أليكس ديوال: أعتقد في البداية ينبغي الاعتراف أن جبهة تيغراي انبثقت من داخل نشاط الحركة الطلابية الإثيوبية في السبعينات، وكما نعلم جميعا كانت هناك نقاشات حادة وقوية داخل تلك الحركة الثورية حول طبيعة الهوية العرقية، ولكن الطريف في الأمر أن الطريقة التي أثاروا بها طرح هذه الإشكالات لم تكن على نمط التفكير السائد حول الجماعة العرقية، إنما تصوروها كأمم وقوميات. وكانت هذه الصياغة غير مألوفة بالمرة في أواخر القرن العشرين، لأنها استندت إلى الصيغة التي طورها الماركسيون اللينينيون في روسيا في الربع الأول من القرن العشرين. وبالطبع لهذا التصور مواطن قوة وضعف، وتكمن قوته في أنه يسوق الهوية العرقية حول مفهوم الأمة بوصفه مفهوما يتشكل عبر التاريخ، أي أن الأمة ليست شيئا ثابتا أو بدائيا أو موروثا من الأجداد، بل يتم تشكيلها عبر السياسة والاقتصاد والتاريخ. أما نقطة ضعفه فكانت في التطبيق، حيث انتهى التصور إلى تثبيت ما ستكون عليه الأمة من خلال تقييد شكله في الواقع السياسي والإداري، وبهذا يكون قد أوقفت عجلة التاريخ عند نقطة الاعتراف بالمجموعات العرقية المختلفة. وكانت تلك المسألة محل نقاش دائم لي على مدار السنوات التالية، ليس مع المسؤولين في قيادة الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا فحسب، بل مع قيادات الأورومو أيضا. الجدير بالذكر هنا أن لينشوليتا الزعيم الأورومي والذي تعرفت عليه في سنوات لاحقة أحد الشخصيات الرئيسية التي تولت صياغة ميثاق الدستور الذي تم إعداده في عام 1991، ولعب دورا مؤثرا للغاية في صياغة خريطة إثيوبيا وإرساء حقوق القوميات، على وجه الخصوص الحقوق التي تملكها قومية الأورومو. وكما نعلم اختلف لينشو في وقت لاحق مع الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، وقال أن الطريقة التي يتم بها تطبيق الميثاق ليست ديمقراطية، لأن الميثاق في الواقع لم يكن يستوعب تطلعات الناس، ولم يسمح لشعب الأورومو بشكل خاص وللناس في العموم في اختيار ممثليهم في الدولة. كما انتقد بشدة دور جبهة تيغراي في تأسيس الحزب الديمقراطي لشعوب الأورومو، واصفا إياه بالارتهان لجبهة تيغراي، وأن إدارته لمناطق الأورومو تجعل شعب الأورومي كأنهم رهائن للحزب المرهون أصلا للجبهة. علي أن أشير هنا أنه في الوقت الذي ذهبت فيه إلى تيغراي في عام 1988 لم تكن أي من هذه القضايا آنفة الذكر قائمة، بل كانت في رحم المستقبل، ولكن كان هناك نقاش حول كيفية التعامل مع الأورومو. عندما كنت هناك لم يكونوا قد أسسوا بعد الحزب الديمقراطي لشعوب الأورومو، أما إن كانوا قد اتخذوا قرار التأسيس فإنهم لم يخبروني به، ولكنهم كانوا لا يزالون في نقاش مع جبهة تحرير الأورومو من أجل إبرام تحالف. ولو حصل ذلك التحالف فإني أعتقد أن شكل تاريخ إثيوبيا الحديث لربما جاء مختلفا تماما. هذه إذاعة إرينا. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تتابعون الجزء الأول من ترجمة الأستاذ منصور سليمان للمقابلة التي أجرتها صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية مع الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان البروفيسور أليكس ديوال، وهي تحت عنوان حرب تيغراي وسياسات الهوية في إثيوبيا. سؤال: حينما وصل قادة الجبهة إلى السلطة وبدأوا في إدارة البلاد، كيف وجدت تعاملهم مع القضايا المتصلة بحقوق الأمم والقوميات؟ فهناك اتهامات تقول أن جبهة تيغراي هيمنت بالوكالة على كل القوميات في إثيوبيا، وأن هذه التجربة في الحكم بالوكالة أثرت سلبا على تماسك النسيج الاجتماعي. يقول أليكس ديوال في الرد: في هذا الصدد
أعتقد أن هناك جملة من القضايا المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. أولا، يقتضي الإقرار بأن قضية القومية والتنوع العرقي تعتبر مسألة معقدة على نحو استثنائي في إثيوبيا، ولا أحد يملك الإجابة الصحيحة عنها. وإذا كان الأمر كذلك، فالنقاش يجب أن لا يبنى على فرضية أن هناك من أخطأ في فهم هذه المسألة، لأن الجميع في الحقيقة أخطأوا فهمها، بل ولا أحد فهمها فهما صحيحا حتى الآن. ثانيا، كانت هناك مغاربتان فلسفيتان حول كيفية النظر إلى مسألة الهوية القومية. الأولى مقاربة حديثة تنظر إلى الهوية كشيء يتم تشكيلها عبر سيرورة اللحظة التاريخية. بهذا المعنى، فالقومية إن شئت هي نتاج حوار متواصل أو تصويت على ما يحدث في اللحظة، لأن القومية تقوم على أمة تنتخب يوما إثر يوم. أما المقاربة الثانية فترى القومية بوصفها شيئا متوارثا من الأسلاف، أي أنها قائمة على إرث تاريخي وتصور مثالي يروي حوله الناس قصصا بطولية. من الأمور التي حاولها الثوريون الإثيوبيون، وليس جبهة تيغراي فقط، بل وتنظيمات أخرى مثل الحركة الثورية لشعوب إثيوبيا والحركة الاشتراكية لعموم إثيوبيا، هي تحويل دفة النقاش حول طبيعة الدولة الإثيوبية من النظر إليها كأمة ذات خاصية استثنائية، وبوصفها هبة الرب التي تجلت في حكم السلالة السليمانية الممتد لقرون. هذا كما ترى تصور أسطوري وديني، إلى النظر لإثيوبيا باعتبارها بلدا كسائر البلدان في أفريقيا والعالم. بالتالي الإقرار بأن يتم النظر النقدي إلى إثيوبيا بوصفها نتاجا لتاريخها. من هذه الناحية أعتقد أن جبهة تحرير تيغراي كانت صائبة وتتفق معها. للمفارقة في هذا التصور جبهة تحرير الأورومو والتنظيمات الأخرى مثل الحركة الثورية لشعوب إثيوبيا في التأكيد على المنظور الحداثي في النظر إلى إثيوبيا باعتبارها أمة كسائر الأمم في العالم. هذه النظرة الأخيرة أرست معايير مفادها أنه يجب الإقرار بحقوق جميع الأمم والقوميات والتعامل معها على قدم المساواة، والأمر نفسه بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية. الخطأ الذي حصل بالطبع كان في كيفية إدارة ذلك. قد تغير على مدار الجبهة الديمقراطية لشعوب إثيوبيا أن شكل حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا في 28 عاما التي واجهتها الجبهة تمثلت في وجود قيادة طليعية موحدة ولا مركزية في يد قيادات عليا في الحزب، كان معظمهم من تيغراي ولكن ليس بالكامل بالطبع. تحاول إدارة نظام في الأساس يفترض أن يكون ديمقراطيا، وكانت تلك مشكلة النظام التي صعب عليها تجاوزها. ومن هنا بدأت الشكاوي ترتفع ضد التطبيق غير العادل في إدارة البلاد، وضد التطبيق غير الديمقراطي والمنحاز للدستور الفيدرالي حتى قبل اعتماده رسميا. عبر الإثيوبيين عن تلك الشكاوي منذ الأيام الأولى لحكم الجبهة، والحكومة كانت تدرك هذا الأمر، وكثيرا ما ناقشت الراحل ملا الزيناوي حول هذا الأمر. لم نكن نحمل نفس الأفكار، ولكن وجدت عنده وجهة نظر مثيرة للاهتمام. كان رأيه أن التعددية والتمثيل ستتحقق بمرور الوقت، وكان له رأي مماثل حول الديمقراطية الليبرالية، حيث كان يرى أنه من الصعب عليهم أن يتبنوا التعددية الديمقراطية القائمة على فكرة الاعتراف بالمجموعات العرقية المختلفة، في ذات الوقت الذي يطالبون فيه بالعمل بالديمقراطية الليبرالية القائمة على حقوق الفرد وعلى صوت الفرد الواحد. يصعب تحقيق الأمرين في وقت واحد بالنظر إلى تاريخ إثيوبيا ومستوى تطورها. لذلك كان يرى أن تكون الأولوية في المقام الأول للتنمية الاقتصادية، ومن ثم نتبع مسار الدول الناجحة. وكانت تايوان وكوريا الجنوبية من النماذج المفضلة عنده، وكان يقول لو حققنا متوسط مستوى دخل الفرد كما في تلك الدول حينها سننتقل إلى الديمقراطية. وكنت بدوري أرد عادة على هذا الحديث بالقول أن كوريا الجنوبية وتايوان لا تعانيان من مشكلة التنوع العرقي، فكيف ستدير التنوع في بلادك؟ في الحقيقة لم يأتي أبدا بإجابة مقنعة حول هذا التساؤل، ولذلك ستجد أنني أورد هذه الحوارات كثيرا في كتاباتي البحثية. سؤال: قد تكون هذه الأفكار التي تتحدث عنها أفكارا مثيرة للإعجاب من الناحية الفكرية، ولكن السؤال هو: هل كان عمل جبهة تيغراي بمجرد وصولها إلى السلطة مثيرا للإعجاب كما كان شأنها في التعاطي مع القضايا الفكرية؟ ويجيب أليكس ديوال: هناك مجالان على وجه التحديد كنت معجبا بأداء جبهة التيغراي فيهما، أو بالأصح الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، لأن العديد من المسؤولين الكبار كانوا من غير تيغراي. المجال الأول يتعلق بالحد من الفقر والوقاية من حدوث المجاعة،
وكان سجلهم في هذا المجال جيدا للغاية، مما جعلني أكون معجبا ومهتم بأدائهم فيه، بمعنى أن سجل حكومة الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا من حيث أرقام النمو الاقتصادي ومن حيث توفير الرفاهية للخدمات الصحية والأمن الغذائي كان جيدا على نحو لافت. قبل ذلك كانت إثيوبيا بلد المجاعة الذي اعتاد على استجداء العالم للحصول على الاحتياجات الغذائية الضرورية. مع ذلك لم يخل هذا السجل من بعض العلامات المظلمة، وأسوأها في تقديري ما حصل في إقليم الصومال الإثيوبي في 2000 و2001. كانت تلك حالة طوارئ استثنائية خطيرة للغاية، أودت بحياة ما يصل إلى 25,000 شخص. ولكن في مقابل ذلك عندما تنظر إلى موجة الجفاف وأزمة نقص الغذاء التي جرت في 2001-2002 حيث بلغ فيها انعدام الأمن الغذائي أسوأ مستوى له في تاريخ إثيوبيا وأفريقيا، ثم ترى الطريقة التي تعاملت بها الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، ستجد أن أداءها كان جيدا. يجب أن نشدد هنا على دور الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، لأن العديد من يتولون مناصب قيادية رفيعة في الدولة كانوا ضمن الفريق الذي تصدى لتلك الأزمة، خصوصا الأزمة الأخيرة. أما المجال الثاني فيتعلق بصناعة السياسة الخارجية، وأعتقد أنهم كانوا ناجحين فيه للغاية. من المعلوم أن إثيوبيا كانت في الثمانينات من القرن الماضي دولة منبوذة ينظر إليها كدولة تزعزع الاستقرار في المنطقة، إلا أنها في فترة حكم الجبهة تحولت إلى ركيزة للسلام والأمن في المنطقة بأسرها، ولعبت دورا فعالا للغاية في الاتحاد الأفريقي وفي الإيجاد، بل وأصبحت مزودا رئيسيا لقوات حفظ السلام. المثير للاهتمام في هذا السياق أننا حينما نعود للوراء ونقرأ ورقة استراتيجية الأمن القومي والسياسي الخارجية لعام 2002 نجدها ارتكزت على مبدأين اثنين. المبدأ الأول يعتبر مسألتي النمو الاقتصادي والحد من الفقر بمثابة الركيزة التي تقوم عليها استراتيجية الأمن القومي، وتشير الورقة إلى أنهم لا يريدون تكرار ما تسميه جبهة تيغراي شعارات التعصب القومي على معدة فارغة، بل يريدون أن يصبحوا أقوياء ودون حاجة إلى التسول. وتضيف الورقة حتى نصل لذلك نحتاج أن تكون لنا استغلالية سياسية مع جميع القوى الكبرى، فلا نحتاج للاعتماد على الولايات المتحدة أو الصين أو أوروبا أو مصر أو دول الخليج. ومن المعلوم أن الركيزة السياسية التي قامت عليها استراتيجية التنمية هذه كانت ولا تزال تتمثل في مشروع سد النهضة. ولكي ينجح المشروع اتبعت إثيوبيا سياسة دبلوماسية تقوم على بناء التحالف مع الدول الأفريقية بمعزل عن مصر ودول الخليج، وأعتقد أنهم نجحوا إلى حد كبير في هذا الشأن. رغم ذلك فإن سجل نجاحات السياسة الخارجية لإثيوبيا لم يخلو من بضع نقاط سوداء، تمثل أحدها في غزو الصومال في عام 2006. أتذكر أنني واجهت حينها رئيس الوزراء ملس زيناوي وقلت له أنك بهذه الخطوة بالتأكيد ترتكب خطأ كبيرا. كان رده أنهم غير قلقين بشأن وجود الجهاديين في الصومال لأن لديهم خبرة في السيطرة على المتطرفين، وقال أيضا ما يقلقنا هو إريتريا لأننا نعتقد أن إسياس أفورقي يحمل أجندة لتفكيك إثيوبيا ولن نتيح له شبرا واحدا يحقق به أجندته تلك. الأمر الآخر فإن حرب 98 مثلت الفشل الأكبر للجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا بالطبع. جبهة تيغراي هي التي قادت إثيوبيا إلى تلك الحرب. أتذكر أنني شاركت فيها في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة، وتعرضت للاعتقال في كل من أسمرة وأديس أبابا أثناء سفري بين العاصمتين. وعلي أن أضيف هنا بأنني كنت شديد الانتقاد لعملية طرد الإريتريين من إثيوبيا. سؤال: يزعم البعض أن جبهة تيغراي حكمت الأمم والقوميات الأخرى في إثيوبيا عبر نظام حكم الوكالة، هل تتفق مع هذا التوصيف؟ مصطلح الحكم بالوكالة هو من توصيفك. بالطبع أتفهم أسباب استياء العديد من الإثيوبيين من تجربة حكم جبهة تيغراي، بيد أني أعتقد أن التعبير لتشوليتا في التسعينات الذي وصف فيه تجربة حكم الناس برهائن الرهينة كان أكثر تعبيرا عن تلك التجربة. سؤال: بالنظر إلى الاحتكاك الفكري مع قادة جبهة تيغراي الذي شكل نافذتك الرئيسية إلى إثيوبيا، هل تعتقد أن تقييمك لإثيوبيا تأثر إلى حد كبير بآرائهم؟ ويقول أليكس ديوال: في الواقع المرة الأولى التي سافرت فيها إلى إثيوبيا وإريتريا في عام 1987 كان البلدان في ذلك الوقت تحت حكم الدرج، ثم ذهبت لاحقا إلى المناطق التي تسيطر عليها جبهة تيغراي.
إشارة لاحقا إلى زميلتي في السكن الجامعي ألولا بانكهرست، وهي بالأساس من عرفته بإثيوبيا. وفي عام 91 بعد استيلاء الجبهة على مقاليد الحكم قضيت بعض الوقت في إثيوبيا، لا سيما مع الأورومو والقوميات الأخرى، لهذا قد أكون قد تأثرت بكل تأكيد في بعض القضايا بجبهة تيغراي، خصوصا في المسائل التي تتعلق بقضايا العمل الإنساني والحد من الفقر، حيث كنت معجبا بأدائهم فيه، وكذلك في مجال السلام والأمن الإقليميين. مع ذلك كنت على الدوام في حوار نقدي متواصل مهم حول قضايا حقوق الإنسان والحكم المحلي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الأول من المقابلة التي أجرتها صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية مع الأكاديمي والناشط في مجال حقوق الإنسان البروفيسور أليكس ديوال، وترجمها عن اللغة الإنجليزية الكاتب والمترجم الإريتري منصور سليمان، والذي يعمل حاليا باحثا ومنتجا بشبكة الجزيرة الإعلامية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. القوات الإريترية تصيب عددا من المدنيين في إطلاق نار مفاجئ في مدينة عدوى. تفيد مصادر من مدينة عدوى في تيغراي بأن القوات الإريترية فتحت النار على عدد من المدنيين بشكل مفاجئ في نهار يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 مدنيا بجراح تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي في المدينة، فيما لم يحدد بعد عدد الذين لقوا مصرعهم بسبب إطلاق النار المفاجئ والذي لم تعرف أسبابه كما قالت المصادر. رئيس الوزراء السوداني يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لقمة مشتركة. قالت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك دعا نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي والإثيوبي الدكتور أبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاثة بالتوصل للاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 من مارس من عام 2015. الادعاء يوجه تهمة القتل الشرطية التي قتلت رجل أسود الأسبوع الماضي في ولاية مينيابوليس الأمريكية. قالت الBBC في خبر لها من مدينة مينيابوليس الأمريكية بأن ممثلي الادعاء وجهوا تهمة القتل من الدرجة الثانية للشرطية كيم بوتر بعد أن أطلقت النار على الأمريكي دونتي رايت، ووقفت الشرطة كيم بوتر وستبقى قيد الاحتجاز. وقالت بوتر أنها أطلقت النار على دونتي رايت عن طريق الخطأ بعد أن سحبت مسدسها بدلا من الصاعقة الكهربائي. وقال محامي عائلة دونتي رايت بن كرامب تعليقا على توجيه الاتهام إلى الشرطية أن القتل كان مقصودا ومتعمدا واستخداما غير قانوني للقوة. كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام سمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.